السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة وافضل حال. حبايب قلبي، جمعة مباركة عليكم كده جميعا. طبعا صورت معاكم قبل كده تسبيكة المحشي وعمايل المحشي كتير، فحبيتش يعني ابدأ التصوير من الاول. النهارده ان شاء الله بقى هنعمل بط كده ومحشي كرنب ومحشي فلفل ومحشي بتنجان. طبعا انا عملت التسبيكه، طبعا انتوا عارفين الطريقه المعتاده بتاعتي. بسبك وبعد كده بنزل بالرز واخده تقلبتين واحط الخضره في الاخر، يبقى شكلها حلو كده. وهنا بقى حطيت البطايه كلها بحالها. طيب بسم الله ما شاء الله حلوه. انا مرضتش اقطعها، سبتها كده تمام. وحطيت بقى بصل طماطم ورق لورا الحاجات اللي بنحطها دي. هروح بقى احشي. انا طبعا مظبطه الورق ومقطعاه الحشو على طول. هوطي بقى النار على دي واسيبها مع نفسها وابدا اروح احشي بره. هوريكم الورق ان شاء الله وانا بحشي. حبايب قلبي، الورق اهو انا مظبطاه على الصينيه. بصوا مظبطاه كده ومقطعاه على الحشو على طول اهو. هحشيه على طول تمام. لحظه بس اثبت التليفون. حبايب قلبي اهو زي ما انتوا شايفين كده عملت كمية الرز اهي اللي انا عايزاها. وهبدأ اعمل الاول الصف اللي في القعر كده هعمله اخضر تمام. انا بحب اعمله كده اخضر. بسم الله الرحمن الرحيم. منكترش الرز اهو، ما يبقاش فيه رز كده بره على الصوبع. انا هرص بقى كده في الحلة اول صف بس كده هعمله اخضر من تحت تمام. وبعد كده هكمل بقى عادي خالص. اكمل بقى عشان الفيديو ما يطولش. ونصيحة لما نيجي نشتري الكرنب، طبعا الشتاء احنا بنعمل كرنب كتير اكتر من الصيف. نجيب الكرنب الخفيفة مش التقيلة، وعلشان يبقى ورقها مفرود تمام اهو. نلفه كده بالجمال ده، منكبرش الصبع قوي منكترش رز قوي عشان يطلع شكله انسيابي كده وحلو. يلا بحبكم في الله، متنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو. انا قعدت كده في الانتريه ارضي واتعامل بقى مع نفسي. يلا سلام حبايب قلبي الغاليين. خلاص بصوا بقى الشوربه والجمال بتاعها. شوربه تقيله جدا شكلها جميل. قبل طبعا ما حشيت كانت استوت. ادي محشي الكرنب الجميل بتاعنا اهو، حله المحشي القمر. وهنا في فريق ما بياكلش كرنب قوي، عملت له فلفل. هو طلب فلفل وبتنجان اسود. احط بقى هنا كده شويه شوربه علشان خاطر ايه اسقي المحشي. واحط له على الوش كده شويه صلصه من دول اللي انا شلتهم التسبيكه دي ونوريها لكم. حبايب قلبي الغاليين، عملنا اهو الملوخيه الناشفه الجميله. ما نعملهاش ميه قوي ولا تخينه قوي، يعني معقوله كده. دلوقتي بقى المحشي القمر بتاعنا اهو. طبعا يعني غرفته معاكم كتير، مش هغرفه معاكم. معانا البطايه الجميله حمرناها. ده بقى الفلفل والبتنجان بتاع اخونا اللي مش بياكل الكرنب. يلا بحبكم في الليله، والفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير. مع السلامه.